السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعادة. ان شاء الله هنعمله مع بعض المخبوزات الجميلة اللي قدام حضراتكم دي قد ايه سهلة واقتصادية جدا، من غير سمنة ومن غير زبدة. هشة وخفيفة وجميلة واقتصادية. ان شاء الله تجربوها بالطريقة دي وتنور رضاكم، مع كوباية بقى شاي بحليب، فطار عشاء خفيفة كده وفي منتهى الجمال. يلا كده نشوف الجمال ده عملناه مع بعض ازاي. معايا هنا كوباية من الحليب الدافي، ربع كوباية من الزيت، معايا بياض بيضة، هنزل كمان بمعلقتين كده من السكر، معلقة من الخميرة، رشة ملح، ومعلقة كده من الخل وفانيليا. رايح اقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضيها، وهنزل عليها بنص كيلو من الدقيق المنخول. بعد كده بقى نزلت كمان بربع معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر، ورايحة اعجن بقى، والميه هنزل بيها تدريجيا، اخدت مني في حدود 3 4 معالق كده ميه مع كوبايه الحليب اللي احنا نزلنا بيها في الاول. عجنتها لحد ما بقت بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. غطيتها بقى بستريتش، ورايحه اغطيها كمان كده بفوطه، ورايحه اسيبها لحد ما تخمر وتبقى بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. هنزل بيها بقى على المفرش وهبدأ اكورها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. احلى حاجه تكوري بيها هي الكوبايه سريعه، وبتقطع العجين متساوي وزي بعضه على الصينية بقى، ورايحة ارص الكور دي بالشكل ده. رايحة اغطي بقى الكور دي بالكيس علشان ما تنشفش. رشة كده من الدقيق، واول واحدة احنا قطعناها هبدأ افردها بالطول بالشكل ده. ورايحة اجيب بقى الجبنة، ممكن جبنة ممكن شوكولاتة، المتواجد عندك اشتغلي بيه. رايحة الف بالشكل ده، والطرف الاخير بقى همسكه كده في العجين وهبدأ الف. بتجيبي طرف وزي ما تكوني رايحة تعقديها بالشكل ده، وترجعي تاني تدخلي الطرف وتمسكيهم الاتنين في بعض كده، وبتخلي القفلة دي تحت. سهلة وبسيطة جدا، وردات جميلة وطعمها جميل وشكلها جميل بالشكل ده. على صينية كده بقى مدهونة فرشة كده من الزيت، وبتبدأي تحطيها. هبدأ أعمل معاكم واحدة تاني كده بنفس الطريقة. بتقفلي كده الطرف الأخير، بتبدأي تلفيها، ورايحة بقى أتنيها معاكم بالشكل ده زي ما تكوني رايحة تعقديها كده، وترجعي بقى تدخلي الطرف التاني يمي جوه بالشكل ده، وبتجيبي الطرف اللي بره وتمسكوهم الاتنين مع بعض كده بكل سهولة. وبتخلي بقى القفلة دي تحت علشان خاطر ما تفكش منك بالشكل ده. شايفين قد ايه سهلة وبسيطة، وردات في منتهى الجمال. بنفس الطريقة بقى رايحة اكمل الكمية كلها بالشكل ده. هسيبها بقى لما حجمها يتضاعف، وبعد كده بقى معايا صفاري البيضة، ومعايا حليب، ومعايا كمان ورقة فانيليا. دهنت بقى وشهم بالشكل ده، وبدأت أحط حبة البركة وسمسم. وفي الوقت ده أنا مسخنة الفرن الغاز العادي، سخنته وهديته، وبدأت بقى أسويها. لو في الفرن الغاز أو فرن البوتاجاز على أعلى درجة حرارة، وبتدخليها على الرف الأوسط مع المتابعة، بتطلع معاكي بالجمال ده. حبايبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.